الرحمن الرحيم. طلاب محب الرياضيات، في مسألة هي بيقول لك الفترة المغلقة -1 تقاطع الفترة المغلقة ص بتساوي الفترة المغلقة 2 و3. يبقى س أس بتساوي كام؟ طيب هنا لو أنا قلت إن ب2 وقلت إن بتساوي 3 عشان أديك التقاطع، يبقى ديت أصلا -1 و2 و3 و5 مش هيتقاطعوا. امال ايه؟ يبقى التقاطع بتاعهم بدون فاي لو كانت ب2 والصاد ب3. يبقى ب3 والصاد ب2. يبقى انا عندي كده ادي صفر، هنا -1، ادي 1 2 3 4 5 لما لا نهاية. طيب يبقى تاخد كام؟ تاخد ال3. يبقى من -1 لغاية ال3 ديت يبقى هنا طيب والصاد من الاتنين، أيوة، لغاية ال5. يبقى التقاطع اللي بينهم بيديك 2 و3. يبقى ديت صاد. يبقى أنا عرفت كده إن ب3 والصاد ب2. طيب تعالى بقى هات لي السين قلنا ب3 والصاد ب2. يبقى 3 أس 2 قيمتها بكام؟ 9. طب نشوف المسألة التانية. جذر 5 زائد 1 على 2 أس 1000، جذر 5 ناقص 1 على 2 أس 1000. هات القيمة بتاعتها. طيب ما نقوله إن دي أ في ب الكل أس 1000. يعني أنا مثلا لما يقول لك أ أس ن في ب أس ن، يبقى الحل بتاعنا يا ولادي أ في ب الكل أس ن. يبقى نقول الأ في ب الكل أس ن. طيب يعني بتساوي إيه دي؟ يبقى دي بتساوي جذر 5 زائد 1 على 2 في جذر 5 ناقص 1 على 2 الكل أس 1000. يعني ديت 1000. طب دولك عددين مترافقان، اضرب كده الأول في الأول ب5. جذر 5 وجذر 5 ب5، موجب في سالب بسالب، الواحد في واحد بواحد، على الاتنين في اتنين ب4 الكل أس 1000. طيب 5 نقصت 1 4، 4 على ال4 تروح مزيد فيها الواحد أس 1000 يا ولادي. يبقى الناتج الواحد أس 1000. يبقى الناتج بتساوي 1 صحيح. دمتم ممتازين في الرياضيات، وحاول تفكر يا مان وتهتم شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.